الذين يدعون بالديمقراطيات الكبرى وبغيرها يزورون التاريخ حتى في بلدانهم. أعطيكم مثال وأختم به. ذكرت في محاضرة في مدينة مشرية قبل أيام، كان معنا أخ سريع الانفعال سريع الالتهاب، قلت له لا تظلمني كما ظلمت الكنيسة الكاثوليكية سيدنا راكس رضي الله عنه. قال من سيدنا راكس رضي الله عنه؟ نحن لا نترضى إلا على الصحابة. قلت له لو أخطأت صوبني بهدوء وأدب، وإذا كنت لا تعلم فاسكت لتتعلم. سيدنا راكس رضي الله عنه هو خليفة مسلم بريطاني حكم بالكتاب والسنة 40 سنة، واسمه أوفا راكس، وحاربته الكنيسة الكاثوليكية وقررت طمس تاريخه حتى لا يكون قدوة للأجيال رغم أنه بريطاني مسلم من العهد الأموي الأول. ماذا كانت النتيجة؟ حفظ الله تاريخه بعملته الذهبية الموجودة في المتحف البريطاني، ومكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، واسمه في الشق الثاني، وأصبح اسمه يطلق على الكلاب حتى هذه اللحظة. لا تجد مفكرا اسمه الدكتور ريكس، وحينما نذكر ريكس يتبادر إلى الأذهان أنه اسم كلب، وقد نجد كثير من المسلمين يسمي كلبه ريكس. أصلح الله قلوبنا وأحوالنا وحفظ أوطاننا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعتذر إن تجاوزت وقتي بدقيقة واحدة، ولكم الشكر.